يلا يا جماعة لو سمحتم عايزة لايك عشان نكمل الفيديو مع بعض. كل يوم جديد مع قناة مع مروة. حصلت لنا مشكلة، يلا تعالوا نتعرف على المشكلة، بس اهم حاجة بالله عليكم اللايك. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. يا ريت اللايك قبل اي حاجة، لان احنا حصلت عندنا مشكلة كبيرة جدا صراحة. شوية مش جعانين. تعالوا احنا قعدنا من ساعة ما مش جعانين ولا ايه؟ ما تطلعوا يلا الشمس. الصراحه حصلت عندنا مشكله جامده، عايزاكم تكملوا معانا الفيديو علشان تشوفوا المشكله اللي احنا فيها. بجد بقيت مش عارفه ده حسد ولا ايه بقى، ولا رشا ولا ايه، ولا قله تصرف مننا، ولا مش عارفه والله. هنكمل مع بعض الفيديو لان بجد انا النهارده محبطه شويه. تعالي بتوته، تعالي تعالي بتوته كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضان كريم عليكم يا جماعة كلكم. مش عارفة والله احنا اتحسدنا زي ما بيقولوا كده، اي حاجة بتحصل عندنا في مصر نقولوا ايه فيها حسد وكده. التربة كالعادة كل ما نجيب تربة نلاقوها مملحة، ويبقى ما هو العلاج. بنحاول نحط مية، وكل ما بنحط مية برضو يبقى فيه يبقى فيه يبقى فيه ملح برضو. فالنهاردة بقى عملنا طريقة جديدة، هو هنعمل هنقلبها. زقناها ميه كتير جدا، وهنفضل نقلب فيها نقلب فيها ونطلع اللي فوق تحت عشان كله يتشبع بالميه، كله يتشبع بالميه. لان صراحه يعني احنا تعبنا، لان الردم ده احنا مش بنطلعه يعني بنطلعه بفلوس على فكره، وبنحتار عبال ما بنجيب ردم. مع ان الحوض كان بسم الله ما شاء الله كان جميل قوي، وكنا مبسوطين بيه لانه يعتبر اكبر حوض موجود عندنا على السطح. وكمان كان في ميزه اللي احنا كمان عاملين له ارضي، مش عاملين فيه علو ولا حاجه، ومعمول بطريقه هندسيه صح يعني، او طريقه فنيه جميله جدا. بس للاسف الشديد طلع زي كل مره. والحوض ده كنت فرحانه بيه جدا جدا، لانه هيوفر معايا حاجات كتير. كنت هزرع فيه كل الخضروات بطريقه تدرج كده من الاكبر للاصغر، ومعمول بسم الله ما شاء الله بطريقه جميله جدا. وفي التصفيات اهيت، يعني بيصفي في مكان اهوت، وبعد كده بيتاخد بسفنجه وكل حاجه. وفجاه نلاقوا من برضو التربه مملحه. اذا المملح عندنا هنا ما بيطلعش فيه زراعه بعد ما تعبنا بجد يعني. دي من الحاجات اللي الواحد يعني يلا الحمد لله. مش هنقول انا الحمد لله، زي ما قلت لكم قبل كده ان هي عباره عن تجارب، عباره عن تجارب وبنخوضوها كلنا مع بعضنا ومع حضراتكم. بنروي ونحط ميه ونقلب التربه. صراحه الموضوع شق مش سهل، بس احنا عايزين حل. طبعا الحل مش هينفع ان احنا كل شويه نرمي التربه ونجيب تربه تانية ويا عالم تطلع مملحه. هو يا ريت لو حد عنده فكره، مثلا هو بيبقى فيه اختبارات للتربه قبل مثلا ما نطلعها على السطح. زي ما قلت لكم ان انا جديده في الموضوع، يعني ما عنديش خبره او ما عنديش تاريخ في الزراعه يعني بمعنى صح. اكتبوا لي في الكومنتات علاج للتربه المملحه، لان صراحه دي مشكلتنا. وبقت انا بالنسبه لي انا بقيت زعلانه جدا
بقيت كل ما اطلع على السطح بقول في ايه، هو احنا ترشينا ولا ايه؟ ادي الحوض اللي زرعنا فيه ملوخيه اهوت، ونفس الموضوع مملح، وبتطلع التربه المملحه من على السطح اهي، تبدا تطلع من على السطح كده، ونيجي نقشوطوها وناخدوها ونروي ميه. فالموضوع فيه تعب بالنسبه لنا، عكس اول مره جبنا تربه طلعت خصبه وجميله وحلوه، وكل الشجر طلع فيها بطريقه جميله جدا 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 ما شاء الله. حتى الشجره بسم الله ما شاء الله، الشجر طلع فيها، الفلفل طلع فيها، الطماطم طلعت فيها، كل حاجه زرعناها طلعت فيها بطريقه جميله جدا 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 جدا. فدي من الحاجات اللي مخلياني صراحه يعني انا زهقانه مش عارفه في ايه، يعني بقيت زهقانه جدا من الموضوع ده الصراحه يا جماعه. يعني مش عارفه والله اقول ايه، يعني كل الزراعه طالعه جميله وشكلها حلو في منتهى الجمال، الا الاحواض الجديده كل ما نيجي نعملوها يطلع فيها مشكله. ف يعني الثلاث احواض اللي احنا عملناهم الاول، او الثلاث صناديق اللي احنا عملناهم الاول، بسم الله ما شاء الله حلوين جدا، كل الزراعه طالعه فيها في منتهى الجمال، اي حاجه ازرعها فيها بتطلع فيها، الا التربه اللي احنا بنجيبوها دلوقتي اصبحت مزهقاني بطريقه جامده جدا. والله ما عايزه تعرفوا حاجه، يعني عايزه اقول لكم ان احنا مش من السهل ان نجيب تربه. ده التربه دي عشان نجيبها بنقعد على الاقل مثلا نجيب حد يجيب نقل ويطلعها فوق السطح، لان احنا بيتنا في الدور الخامس، بالنسبه لنا احنا الخامس، فديت مشكله صراحه زهقانه جدا ومقرقه عليها الدنيا صراحه بامانه يعني. فيا ريت اللي عنده حلول يكتبها لي. الموضوع فيه تعب بس فيه لذة برضك، يعني فيه تعب وفيه لذة في نفس الوقت. والله مش عارفه اكمل فيديو اقول ايه، لان فعلا زهقانه ومتضايقه جدا بسبب الموضوع ده.